السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة الاحتلال البريطاني لمصر. اليوم سنتناول فترة الاستقلال وتأثيرها على تطور مصر. الاحتفالات بالاستقلال. بعد سنوات من النضال، أعلنت بريطانيا استقلال مصر في سنة 1922. شهدت البلاد احتفالات ضخمة في القاهرة والإسكندرية، حيث تجمعت الحشود في الشوارع للاحتفال بالإنجاز الكبير. سعد زغلول تولى دورا كبيرا في مفاوضات الاستقلال واحتفالاته. كان له دور محوري في تشكيل الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال. الملك فؤاد الأول أصبح ملك مصر بعد الاستقلال، وكان له دور مهم في الانتقال إلى الحكم الوطني. الأثر السياسي والاقتصادي. الاستقلال أثر بشكل كبير على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر. تم تشكيل حكومة وطنية جديدة، وتمت مراجعة السياسات الاقتصادية لتحسين الوضع. شعور المصريين بعد الاستقلال. بعد سنوات من النضال، شعر المصريون بالفخر والراحة. كانت هناك مشاعر من الأمل في مستقبل أفضل، ولكن أيضا تحديات جديدة في بناء الدولة. سؤال عزيزي المشاهد: كيف تعتقدون أن الاستقلال أثر على مستقبل مصر؟ ما هي أبرز التحديات التي واجهت البلاد بعد الاستقلال؟ شاركونا في التعليقات. نرجع لموضوعنا: تطور الحياة اليومية. بعد الاستقلال بدأت الحياة اليومية في العودة إلى طبيعتها. تطورت المدن، وزادت الاستثمارات في البنية التحتية. كانت هناك أيضا محاولات لتحسين مستويات المعيشة. تأثير الاستقلال على الاقتصاد. الاستقلال سمح بزيادة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم. تم تحسين مستوى المعيشة تدريجياً، ولكن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة. شعور المصريين بعد التغيير. المصريون كانوا يشعرون بالتفاؤل بالنمو والتطور، ولكن كان هناك أيضاً إدراك للتحديات التي تحتاج إلى التعامل معها. سؤال عزيزي المشاهد: كيف تعتقدون أن الاستقلال غير الحياة اليومية في مصر؟ هل تعتقدون أن التحديات كانت مبررة؟ شاركونا في التعليقات. نرجع لموضوعنا. وصلنا إلى نهاية حلقتنا الرابعة. في الحلقة القادمة سنستعرض التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها مصر بعد الاستقلال. ترقبوا الحلقة القادمة وشاركونا آراءكم في التعليقات.